السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم النهاردة قناة سدرة. النهاردة الفيديو بتاريخ 25 ديسمبر 2023. خلاص السنة على الأبواب وبتودعنا بكل المر اللي احنا عشناه فيها. داخلين على سنة 2024. يا رب تكون سنة كلها سعادة وهنا وراحة بال، ويا رب يا رب يعود علينا الأيام بخير، ويا رب الأيام اللي جاية تكون أحسن من الأيام اللي احنا فيها. متنسوش يا حبايبي قبل ما نبدأ الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم واللي انتم محتاجينه. وهسيب لكم رابط الواتساب للقراءات الخاصة على الفيديو، اللي محتاج اي حاجة يخش يكلمني على الواتساب وانا هرد عليه في اسرع وقت. معنا النهاردة برج الجدي. برج الجدي احنا خلاص يعتبر في ايامه. برج الجدي انا عن نفسي انا بحب البرج ده جدا جدا جدا. تعالوا نسمي بالله ونصلي على الرسول في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو ونقول بسم الله. هسيب لكم رقم الواتساب للقراءات الخاصة، اللي محتاج اي حاجة في القراءات الخاصة يا ريت يبعت لي وانا مش هتأخر عليه طبعا. برج الجدي. برج الجدي انت في جزء في حياتك فاضي، في جزء في حياتك فاضي. انت حاسس بفراغ، فراغ أسري، فراغ عاطفي، فراغ من العمل. انت في جزء في حياتك في فراغ منغمش بمعنى أصح، يعني جزء مليان ومستكفي وجزء فاضي. تمام. برج الجدي يا حبايبي متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. برج الجدي في حد واقف لك من بعيد، في حد واقف لك من بعيد بيبص عليك وبيراقبك. هل بقى الحد دوت حد في الشغل، مديرك، شخصية انت كنت مرتبط بيها وسبتها فهي بتبص عليك وبتراقبك من بعيد؟ انت أدرى، بس هو في شخص بيبص عليك من بعيد وبيراقبك، اللي هو انت عامل ايه. بمعنى صح خايف يخش يكلمك، مش عايز يخش يكلمك عشان عارف ان برج الجدي يعني زي الدبش، ما بيخبيش وما بيعرفش يجمل الكلام. انت اصلا مش طايقه او حاسس بفراغ من ناحيته، بس انت برضو في تلك الاحوال انت مش طايقه، فهو خايف من رد فعلك، عشان كده هو واقف من بعيد بيراقبك يا برج الجدي. برج الجدي انت في طريق مش سوي، يعني طريق انت ماشي فيه مش طريق سوي، طريق كله منحنيات ومنحدرات. انت ماشي فيه او كنت ماشي فيه او كنت ماشي فيه. كلام عليك كتير يا برج الجدي، في كلام كتير كتير عليك يا برج الجدي. في ايد ممدودة لك، في حد بيمدلك ايده يا برج الجدي، بس انت مش هتاخد بايده دلوقتي. ليه؟ لان احنا عارفين ان برج الجدي بيدي فرصة مرة واتنين، بس في التالتة بالنسبة له تابتة، هيقولك مع السلامة. انا حذرتك مرة واتنين وانت كنت مفكرني ان انا بهوش، بس انا في التالتة هقولك مع السلامة وبدون عتاب. برج الجدي ما بيعاتبش في التالتة، بيعاتب في الاولى في التانية، بس في التالتة بيمشي من سكات. برج الجدي انت قلبك مليان حزن، بس انت بتحاول تفوق نفسك. قلبك مليان حزن بس انت بتحاول تفوق نفسك. انت بتدور على شغل، مش لاقي حاجة بالنسبة لك مناسبة يا برج الجدي. ده لمعظم برج الجدي بيدور على شغل، انما اللي حاليا في شغل من برج الجدي فهو مش مرتاح، عايز يطلع من الشغل بس خايف يطلع من الشغل. لو انا هطلع طب هروح فين؟
هو متمسك بالشغل غصب نية للأسف. برج الجدي قلبك مليان دموع، دموعك ما بتنشفش يا برج الجدي. في طريق انت عايز ترجع له بس انت مش حابب، يعني في اللي هو انا عايزه بس مش عايزه. انت كده، انت حاليا كده في طريق انت عايز ترجع له تاني بس انت مش حابب. ده صفة في برج الجدي مش حلوة خالص، ان هو يبقى عايز حاجة ويكون مش عايزها في نفس الوقت، اللي هو مش فاهم انا رايح فين. تمام. في ولد صغير يا برج الجدي متعلق بيك، في طفل او مش شرط ولد، بس هو في طفل صغير متعلق بيك جدا كمان. حاول يعني زي ما بنقوله كده، حضن الاطفال دوت اكتر حضن فيه الطمأنينة. حاول تحضنه انت عايز تعيط، يعني انت يا برج الجدي انت عايز تعيط ومش عارف، كرامتك ما تسمحلكش، بس انا بقولك عيط يا برج الجدي. عيط لان المشاعر المكتومة بتأدي لنتيجة عكسية تماما، بتأدي المرض وبتأدي لاكتئاب شديد. فلا يعني عايز تعيط عيط. في حد يا برج الجدي مستني منك إشارة، في حد مستني، يعني حد بيحبك من بعيد لبعيد. انت عارف مين الشخصية دي، بس هو مستني منك إشارة، اللي هو تقوله أنا موافق. صدقني يا برج الجدي هترتاح معاه، يعني إن شاء الله، والله أعلم برضو، يعني هترتاح مع الشخصية اللي محتاجة منك إشارة. في كلام كتير عليك، لسان الناس ما بيسكتش عليك. هو احنا كده كده في الطبيعي ان لسانة الناس ما بتسكتش، بس انت حاليا في كلام كتير عليك. حزين ليه؟ متضايق ليه؟ مش مبسوط ليه؟ ايه ده انت رايح فين؟ ايه ده انت جاي كده؟ هي عموما كده ألسنة الناس دي على طول كده. بص يا برج الجدي، الطريق اللي مش سوي اللي انت ماشي فيه حاول تخرج منه بأي طريقة. قدامك طريق تاني مستقيم، زي ما قلنا الطريق اللي مش سوي اللي هو الشخصية اللي انت عايز ترجع لها ومش عايز، ده الطريق اللي مش سوي. حاول تخرج منها، من النفسية دي او من الحالة دي، وروح للطريق السوي اللي هو كله خضرة ويابس وحاجات حلوة، ما فيهوش منحدرات وما فيهوش مطبات، اللي انا بقولك عليه اللي انت هتبقى مبسوط فيه. الشخصية اللي واقفة مستنياك وبتتابعك من بعيد لبعيد، حاول يا برج الجدي تتجاهلها تماما، حاول تتجاهلها تماما. زي ما بنقوله كده، علاج الجاهل التجاهل، فتجاهلها. طالما هو مش قادر يديك الخطوة الإيجابية ويعرفك ان هو اتغير، ويعرفك ان هو خلاص هيبقى معاك، وان هو يعني هيلبي لك طلباتك، او ان هو مش هيتعبك في حياتك تاني، فتجاهلها. اشوفكم يا حبايبي في فيديو جديد ان شاء الله. ومعاكم النهارده قناه سدرة. هسيب لكم الرقم بتاع القراءات الخاصه للواتساب، اللي عايز اي حاجه يخش يكلمني على الواتساب. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.